فيديو جديد ووصفه جديده غادي نحضروا فيه الكبيده ديال الخروف بطريقتي الخاصه اللي كتجي لذيذه بزاف. نبداو الوصفه. كنحتاجو كميه من الكبده اللي كنكونوا غسلناها من قبل بالخل وقطعناها الى مربعات صغيره. من بعد كنوضعوها في مقلاة وكنضيفوا ليها قليل من القزبر تقريبا ملعقه كبيره وقليل من المعدنوس تقريبا ملعقه ونصف كبيره. كنضيفوا قطعه من الحامض مرقد وتقريبا 3 الفصوص من الثوم المفروم. اما بالنسبه للتوابل فكنحتاجو اولا الملح بكميه اختياريه، كنزيد كذلك البابريكا ملعقه صغيره وملعقه صغيره من الكمون ونصف ملعقه صغيره او ربع ملعقه صغيره من الفلفل الحار. كنضيفو تقريبا ملعقه صغيره من عصير الليمون او الحامض وكذلك زيت الزيتون. كنحاولوا ندمجوا جميع المكونات وفي الاخير كنضيفوا ربع كوب من الماء وكنوضعوا المقلاة على نار هادئه تقريبا كنخليوها فقط 15 دقيقه. فكنكونوا حصلنا على كبده بشرموله مميزه ولذيذه بزاف. فبالنسبه لي كنحضر الكبده بجوج ديال الطرق، هذه هي الطريقه الثانيه. اما بالنسبه للطريقه الاولى فغتلقاوها في القناه. فكنقلي الكبد قبل وكنضيف ليه الشرموله وكنطيبو. هادو هما جوج ديال الطرق اللي كنحضر بهم الكبده، فصدقوني كتجي لذيذه بزاف. ما تنسوش خليو لي رايكم في التعليقات ونخليكم مع تتمه الفيديو والى فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في امان الله ورعايته. باي باي.